السلام عليكم، خير ومرحبا على الجميع. ريال مدريد لما بدوا يصينوا في ملعبهم سانتياغو برنابيو درسوا كل حاجة، كل نقطة. يعني لما تكلمني عن ملعب أرضيته تنزل تحت إلى 25 و30 متر، تغيير العشب، الشخص اللي دار يقول لي عبقري، حاجة ما يصورش لا عقل إنسان ولا أي شيء آخر. طبعا الفكرة في الموضوع إن خوفا على العشب واستمراريته وباش تطول مدة الحياة متاع العشب داخل ملعب سانتياغو، وبعد ما صرفوا عليه حوالي 400 مليون يورو، أصبح مع أثناء انتهاء أي مباراة في الدوري الإسباني لريال مدريد أو لغيره أو لمنتخب إسبانيا مثلا، على طول اوتوماتيكيا يتحول هذا الجزء، ينزل تحت الأرض. تحت الأرض في طبقة ثانية من العشب تأخذ مكان العشب اللي لعبوا عليه المباراة. طبعا العشب اللي لعبوا عليه المباراة حيبقى يحافظ عليه مدة الحياة متاعها، تم استبداله بعشب آخر بطبقة أخرى في حال مثلا كان في مهرجان، كان في احتفالية. فهنا الموضوع مستحق دراسة كبيرة وفكرة جهنمية.